السلام عليكم. تعرف على كيف تؤثر حقن البرد سلبا على أعضاء الجسم. حذرت وزارة الصحة والسكان من حقنة البرد أو ما يطلق عليها الخلطة السحرية، وأكدت أنه لا يوجد مستحضر طبي سواء كيميائي أو بيولوجي بهذا الاسم، ولا يعرف الطب مركب تم اعتماده كعلاج للبرد بمجرد حقنة لمرة واحدة. وقد أكد أحد الأطباء مخاطر استخدام الكورتيزون في علاج البرد بدون استشارة الطبيب، وأكد أنه يسبب مشاكل في الكلى والعظام ويزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، وأكد أضرار استخدام حقن البرد على المدى البعيد مما يسبب ضعف في المناعة. وأكد أن حقنة البرد الشهيرة 3 في 1 والتي يحصل عليها البعض من الصيدليات ويروجوا إنها خلطة سحرية لعلاج نزلات البرد تؤدي لمضاعفات كمشاكل في الكلى والكبد وضعف المناعة، لأنها تتكون من مضاد حيوي كورتيزون ومسكن للألم. واستخدام مضاد حيوي غير مناسب لعلاج العدوى الفيروسية أو نزلات البرد والإفراط في استخدامها بلا داعي يؤدي إلى مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، فهذه المسكنات في الحقن غير آمنة وقد تؤدي لتحول نزلة البرد إلى حساسية صدرية، والإفراط فيها يؤدي لقرحة في المعدة.